صدر قرار عن وزارة الطاقة بتعديل أسعار المحروقات. حتى احنا وصلنا لمرحلة أن المعتمدين ما عاد حملوا نتيجة توفر المادة عندهم. صار فينا نشتغل، صار في فرق واضح، يعني عدم المؤاخذة كنا نعبي اللتر 13200، هلا تحت ال10. بتاريخ 11/11/2025 صدر قرار عن وزارة الطاقة بتعديل أسعار المحروقات بشكل يناسب الوضع الحالي لدخل المواطن، بشكل يعني الأمور صارت أفضل. فالقرار طبق بتاريخ من بداية أول لحظة بتاريخ 12/11. القرار كان عبارة عن أنه تخفيض كافة أسعار المحروقات الموجودة في البلد. مثل المازوت صار سعره كان أول شيء 0.95 دولار، حاليا صار 0.75 دولار. فهو كان النزول شكل صدمة بالسوق بالنسبة للأخوة المواطنين، ولاقى ارتياح كبير من الأخوة المواطنين وإقبال أكثر على شراء المادة. نحن بعد تطبيق القرار مباشرة صباح يوم 12/11 تم تسيير لجان من دائرة الجودة والرقابة على كافة المحطات الخاصة ومعتمدين الغاز من أجل مراقبة تطبيق السعر والإعلان عن السعر في كافة هذه المحطات ومعتمدين الغاز بشكل واضح وصريح، بحيث يرى الأخ المواطن ويعرف السعر هو المطلوب يدفعه. بتاريخ 11/11 ليلا صدر قرار بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالدولار. من نزل سعر البنزين اللتر من 1.1 إلى 85 سنت، والمازوت من 95 سنت إلى 75 سنت. ولاحظنا بتاريخ 12 لمسنا زيادة بالمبيعات بنسبة 40%، إقبال شديد من المواطنين، رضا وتفاؤل، ثقة بالحكومة وبوزارة الطاقة. وهذه الإجراءات يعني تؤثر على الحركة التجارية وعلى حركة السير، على النقل، على الطلاب، إجمالا مفيدة للشعب. ونتمنى تكون إن شاء الله الأيام الجاية تنزل الأسعار أكثر من هيك. طبعا من يومين صدر تسعيرة جديدة بالنسبة للغاز. طبعا كان الغاز بالبداية تسعيرة 11.8 بالنسبة للجرة الواحدة مبيع للمواطن، وبتختلف طبعا حسب تسعيرة الصادرة من سادكم. هلا حاليا نحن نزلت التسعيرة لل10.5 دولار مضروبة ب 11.700 كتسعيرة حالية حسب سادكم، والتسعيرة الحالية تقريبا تعادل 123 ألف ليرة سوري. طبعا نحن بنتأمل إن شاء الله مستقبلا أنه كمان الأسعار تنقص أكثر، وحتى يصير في عندنا توافد أكثر من معتمدي الغاز أنه يصيروا يحملوا، لأنه هلا أغلب المعتمدين في عندهم توفر المادة نتيجة الإقبال شوي القليل. بس هلا نحن بعد هبوط الأسعار إن شاء الله نتمنى الإقبال يصير أكبر، والأسعار كمان تنزل كمان أكثر. هذا انخفاض الأسعار لمسناه نحن من ثاني يوم مباشرة بالقرار الصادر، لمسناه على الأرض من ناحية فرق حركة المواطنين، التعبئات، نسبة المبيعات عندنا بالمحطات ارتفعت بما يقارب من 30 ل 35%. طبعا نحن كوني يعني مدير هاي المحطات، فنحن بنجري مثل استطلاع رأي لعينات معينة بين المواطنين اللي عم يعبوا بالمحطات، فلمسنا ارتياح كبير من قبل المواطنين، ولمسنا كمان تفاؤل كبير، لمسنا طبعا ثقة بالحكومة كبيرة. وكذلك هذا الشيء بيؤدي يعني بأنه حركة المواطنين والحركة التجارية وكامل يعني كامل ما يخص الأعمال بالمحافظة أو بين دمشق والقنيطرة عم تتحسن. طبعا نحن كمحطات وكمواطنين وككل كافة شرائح المجتمع بنتفائل خير بهي القرارات اللي هي سابقة من 40 سنة لليوم، انه اول مرة بتنخفض الاسعار بهي النسبة. هي نسبة كبيرة بالانخفاض، وهذا الشيء ان شاء الله رح يكون يعني خير على كامل
القطاعات التجارية والسياحية والصناعية بمحافظتنا وبكامل المحافظات السورية. الإيجابيات طبعا كتير كبيرة ولامسينا بكامل القطاعات من أول يوم وثاني يوم اللي نحن هلأ فيه بالنسبة لتنفيذ هذا القرار، ونتمنى أنه يتم تباعا طبعا بكافة المواد الأخرى، انخفاض الأسعار من وسائط النقل، من المواد الغذائية، من كامل ما يمس المواطن من حاجيات. الحمد لله الامور بالف خير، البنزين نزل تحت ال 10000 ان شاء الله يا رب، بتمنى انه كمان ينزل اكثر واكثر. صار فينا نشتغل وصار في فرق واضح، يعني عدم المؤاخذه كنا نعبي اللتر ب 13200 هلا تحت ال10، فاريح لنا واريح للشغل، وصار حتى المواطن يتجرأ يركب سياره بدون ما عنده هاجس انه يخاف ان التسعيره غاليه او رخيصه. يعني الحمد لله نتمنى ان الحكومه يا رب هيك الله يقويهم اكثر واكثر ويمد بين ايديهم. أول شيء بنشكر الحكومة الجديدة على هذا الرخص، ونتمنى منها زيادة في الرخص، لأن الغاز ما زال مرتفع وغير المواطن غير قادر على هذه التكلفة، ونحن على أبواب الشتوية ونحن بحاجة إلى تدفئة، ومنطقتنا باردة بشكل يعني نرجو من الحكومة الموقرة الرخص أكثر من ذلك. بالنسبة للغاز لا زال مرتفع، والخبز الذي يعاني منه الشعب لا زالت الربطة مرتفعة لدينا.